اسمعوا. هوب، عندنا قرنبيطة. مين عنده قرنبيطة زينا؟ يلا ما تكسليش وقومي بقى ايه، شوفي القرنبيطة اللي في درج التلاجة، طلعيها قبل ما تسود عشان هنعمل قرنبيط مقرمش وملوش زي. اول حاجة طبعا بنشيل الحتة دي من فوق كده من عند القرنبيطة، ونبتدي نفتح فيها ونطلعها بقى ايه، وردات صغنطوطة كده. صغري الوردات على قد ما تقدري، الحقيقة الصغير بيبقى احلى كتير. وبعد كده هنغسله مرة واتنين وتلاتة كويس جدا، ونطمن انه بقى زي الفل تحت المية الجارية من غير اي اضافات ولا اي حاجة. وفي حلة كبيرة جدا من حلل نيوكلاين هنحطها على النار، ونحط فيها مية نسيبها تغلي، ونحط شوية ملح وشوية كمون. ممكن ما تحطيش كمون اذا مش عايزة، بس يعني يستحسن نحط كمون. ونحط القرنبيط يتسلق، هتسيبيه يتسلق لمدة 5 دقايق. وبعد كده نحضر العجينة: كوباية دقيق، معلقة نشا، رشة ملح وكمون وكزبرة، واتنين بيضة. وانزلي بقى كمان بالكزبرة الخضراء او بالبقدونس، عليها فصين توم مهروسين، على كوباية وربع مية او لبن زي ما تحبي. البيضتين دول ممكن يبقوا بيضة واحدة اذا عايزة، برضو مفيش اي مشكلة. ما تنسيش البيكنج باودر عشان نسيته حطيته في الاخر، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. ودوقي العجينة دي عشان تعرفي الملح اخباره ايه. وفي طبق تاني على جنب هتحطي كوباية دقيق، عليها معلقتين ونص نشا، وتسيبيها كده من غير اي سوائل. دلوقتي هناخد القرنبيط اللي اتسلق بعد طبعا ما طلعناه من المية المغلية وسبناه يهدى خالص. هنبتدي بقى نغمسه في العجينة السايلة، ونجهز الزيت طبعا، دي برضو واك من نيوكلاين. هنحط القرنبيط في العجينة السايلة، وناخده من العجينة السايلة ننزله في الدقيق والنشا التانيين، وعلى طول على زيت غزير زي ما انت شايفة كده. مش عايزين الزيت يبقى حامي قوي لدرجة ان هو يشعوطه كده من بره ويبقى من جوه العجينة السايلة زي ما هي. عاوزينه يطلع مقلي مظبوط ومقرمش وزي الفل. عايزة اقولك بقى ان القرمشة دي بتفضل حتى بعد القلية، يعني تقلوا وتاكلوا، وكمان لو اتبقى حاجة بتفضل مقرمشة. الطبقة بتاعة النشا بالدقيق اللي عملناها بعد العجينة السايلة بتديله طبعا قرمشة خطيرة وطعم خطير. وجربت ان انا اعمله بالبقسماط زي ما قلتولي، بس حسيت ان هو ما فيهوش الطعم بتاع زمان، يعني هو قرنبيط لكن عضته فراخ بانيه. فلا كده احلى، وكده ايه، احنا محتفظين بالطعم اللي احنا متعودين عليه. فجل بقى ولفت وعيشي حياتك، وبألف هنا وشفا.